عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناه صفاء ديليس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم كيك بارد بدون فرن بدون بيض بدون كريمه بطريقه بسيطه وسريعه التحضير. ممكن تحضروها في 10 دقائق فقط ومذاقها لذيذ بزاف، اكيد غادي تعجبكم. فما عليكم غير تجربوها وتردوا عليا الخبر. الا كنتو كتزوروا القناه لاول مره ما تبخلوش عليا بالاشتراك، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وندوزو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للطبقه الاولى غادي نحتاجوا ليها بسكوي اولا صابلي. انا هنا يعني استعملت ديال الشوكولا واستعملت العادي يعني اللي كنستعملوه في تشيز كيك. يمكن لكم تستعملوا اي بسكوي عندكم اولا متوفر عندكم، يمكن لكم تستعملوا ديال الشوكولا بوحدو اولا هذا العادي بوحدو. المهم انا هنا استعملت تقريبا في المجموع 270 غرام. تقدروا تستعملوا ما بين 250 حتى ل 300 غرام ديال البسكوي اولا صابلي على حسب اللي متوفر عندكم. باش غادي نجمع هاد البسكوي غادي نحتاج دانيت اولا ياغورت شوكولا، وغادي نقول لكم ايضا باش ممكن تعوضوه الا مكانش متوفر عندكم. هنا تقريبا غادي نحتاجوا علبه واحده من ياغورت بالشوكولا. يمكن لكم تعوضوها بالزبده اللي مذوبه، مثلا 300 غرام ديال البسكويت ذوبوا ليه 150 غرام من الزبده، ذوبوها وتجمعوا بها هذاك البسكويت. اولا ممكن تستعملوا 100 غرام من شوكولاته سوداء اولا بالحليب، ذوبوا معاها اولا تسخنوا معاها 100 مليلتر اولا نصف كاس بقياس كاس العنبه من الحليب. ملي ذوبوا تبداو تضيفوا بشويه بشويه لهذاك البسكويت حتى يتجمع لكم. فاول حاجه غادي ندير، خديت هذاك البسكوي وضعته هنايا في كيس يعني نقي. غادي نحاول هكذا نسرحو في هذاك الكيس ونخرج الهواء اللي كيكون فيه، ومن بعد ناخذ مدلك ومبقى يعني كنضربو بهذه الطريقه يعني حتى كيولي قطع يعني صغيره بهذا الشكل. انا هنا ما بغيتش نطحنو لان الغرض من هذا البسكوي انه يبقاو عندنا قطع شويه مقرمشين. ما بغيتش نطحنو باش ما يكونش يعني مطحون كامل. خليت هكذا شويه قطع كبار وقطع هكذا شويه مطحونين اولا مهرسين. فبهذه الطريقه يعني كنستمروا حتى غادي نشكلو بهذا الشكل. كيف كتلاحظوا الشكل ديالو كيفاش كيولي. يمكن لكم تطحنوه ايضا ولكن ما تطحنوش يعني 100%، خليوه هكذا قطع يبقاو شويه باينين. وبنفس الطريقه فغادي ندير لهداك البسكويت ديال الشوكولا اللي عندي. فهاد الطريقه يعني كتكون سهله، ما كنحتاجوش لاننا كنطحنوا البسكوي. من بعد ما كنكملوا يعني وكنفرتوا اولا نهرمشوا هذاك البسكوي غادي نضيفوا على الكميه الاولى اللي عندي. الا كانوا قطع كبار نحاول نقطعهم بايدي بهذا الشكل. من بعد فغادي نحاول نخلط ما بيناتهم وغادي نضيف ليهم هذاك الياغورت باش نجمع بيناتهم. فهنا النصيحه اللي نعطيكم بالنسبه للياغورت ما تضيفوش يعني كامل دقه واحده، ضيفوا العلبه الاولى وخلطوا هذاك البسكوي. ولا احتاجيتوا اولا بان لكم بلي هذاك البسكوي ما تجمعش ممكن تضيفوا كميه اخرى. فبالنسبه لي انا حسيت بلي ضفت يعني كميه زايده، هذا علاش يعني نتوما ضيفوا بشويه بشويه. فبالنسبه ل 300 غرام ممكن تحتاجوا علبتين، ولكن كيف قلت لكم ضيفوا بشويه بشويه. ونفس الشيء الا استعملتوا الشوكولا مذوب مع الحليب ضيفوا بشويه بشويه حتى كيتجمع لكم. من بعد خديت مول القطر ديالو 24 سنتيمتر، وضعت فيه هذاك البسكوي وغادي نحاول يعني نسطحو اولا نقادو. غادي نخليه جانبا وغادي ندوز باش نوجد معكم الكريمه. فبالنسبه للكريمه غادي نحتاجوا ليها لتر من الحليب، 4 ملاعق كبار مملوئين من نشا اولا مايزينا، 3 ملاعق كبار مملوئين من الكاكاو المر. الا ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوا الكاكاو الحلو اللي كنستعملوه مع الحليب، تستعملوا 3 ملاعق كبار حتى ل 4 ملاعق على حسب الرغبه. عندي هنا 4 ملاعق كبار من السكر، والسكر اكيد كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الكاكاو والشوكولا اللي استعملته. عندي علبه صغيره من فلون بنكهه الشوكولا من وزن 6 غرام، هذا الصغير اللي كيكون بدون سكر. عندي ملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان اللي كتبقى على حسب الرغبه، الا ما بغيتوهاش ممكن ما تستعملوهاش. وعندي هنا 150 غرام ديال الشوكولا اللي قطعتها هكذا قطع صغار. انا هنا استعملت شوكولا بالحليب، يمكن لكم تستعملوا شوكولاته سوداء على حسب الرغبه واللي متوفر عندكم. فاول شيء غادي ناخذ كاسرول، غادي نضيف ليه كميه قليله من الحليب باش غادي نوضع المكونات الاخرى اللي عندي. غادي نضيف ليه المكونات الجافه اللي عندي النشا اولا مايزينا،
عندي 4 ملاعق كبار مملوئين. غادي نخلي لكم اكيد المكونات لتحت صندوق الوصف. عندي الكاكاو، يعني من الاحسن تستعملوا الكاكاو المر، الا ما كانش متوفر عندكم ممكن تستعملوا الكاكاو الحلو، يعني تقديو باي حاجه عندكم. غادي نضيف السكر، قهوه سريعه الذوبان اللي كتبقى اختياريه لكن المذاق ديالها يعني كيتواتى مع هاد الكريمه. غادي نضيف كيس من فلون بنكهه الشوكولا. يمكن لكم يعني ما تستعملوش هاد الفلون بنكهه الشوكولا، يعني الا ما كانش متوفر عندكم ممكن ما تستعملوش، فالنشا يعني كتكون كافيه باش تجمع لينا هاد الكريمه. فغادي نحاول اولا نخلط هاد المكونات مزيان مع الحليب، يعني باش من بعد ما يشكلوش ليا كويرات. نحاول نخلطهم مع الكميه القليله ديال الحليب. من بعد فغادي نجيب الكميه اللي بقات ليا من الحليب وغادي نضيفها وانا كنستمر بالتحريك بهذه الطريقه، فحتى غادي نكمل يعني الكميه اللي عندي ديال الحليب كامله. فما كيبقى ليا غير نوضع هاد الكاسرول على نار تكون مهيله وكنستمر في التحريك، ما كنغفلش عليه يعني باش ما كيتحرقش ليا من التحت اولا كيشكل ليا كويرات. الا بقاو يعني مشكلين لكم كويرات من الاول فما تخافوش، لانه من بعد ما غادي توضعوه على نار غادي يذوبوا هذوك الكويرات ديال الكاكاو. فكنستمروا في التحريك بهذا الشكل حتى كيولي عندي هاد الخليط على شكل كريمه، يعني كيولي ثقيل نوعا ما. فكيكون هذا هو الشكل ديال الكريمه من بعد ما جهزات لينا وكتكون ثقيله نوعا ما، يعني ما كنزربوش عليها وهي على النار، يعني ماشي غير كيسخن لينا هذاك الحليب كنزولوها، كنبقاو مستمرين في التحريك كتولي هذيك الكريمه ثقيله نوعا ما. وهنا مباشره فمن بعد ما كنزولوها من على النار كنضيفوا ليها هذوك قطع ديال الشوكولا يعني خارج النار، يعني ماشي فوق النار، وكنبقاو يعني مستمرين في التحريك حتى كنتاكدوا بلي هذوك القطع ديال الشوكولا دابوا لينا كاملين 100%. فهذا علاش الا كانوا عندكم يعني الشوكولا قطع كبار من الاحسن انكم يعني تقطعوهم هكذا قطع صغار باش يذوبوا لكم بسرعه، يعني وما تبقاوش ياخذوا لكم وقت طويل وانتم كتحركوا. فبهذه الطريقه يعني دغيا غادي يذوبوا لكم. فمن بعد دقيقتين تقريبا من التحريك كيكونوا هذوك القطع ديال الشوكولا دابوا لينا والكريمه كتكون جاهزه. كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها. هاد الكريمه سهله التحضير ما كتحتاجش وقت بزاف وكتجي لذيذه بزاف. فمن بعد غادي نجيب المول اللي وضعت فيه هذاك البسكويت وغادي نفرغ عليه هاد الكريمه مباشره، ما كنتسناوهاش حتى كتبرد لانها الا بردات فاكيد غادي تجمد لينا. فمن بعد ما كنفرغ الكريمه كامله بهذا الشكل كنحاول يعني نقاد الوجه ديالها نخليها طبقه متساويه، ومن بعد غادي نخليها غير فوق سطح العمل حتى كتولي دافئه يعني كتدفى لينا. ما كندخلوش اي حاجه ساخنه مباشره للثلاجه، كنخليوها شويه تاخذ لينا حراره المطبخ، ومن بعد فكندخلها الثلاجه وكنخليها على الاقل 3 ساعات. يعني لا عندكم الوقت ممكن تخليوها اكثر، تخليوها 4 ساعات حتى الاكثر. الا حضرتوها في الليل مثلا ممكن تخليوها في الثلاجه ليله كامله والغد ليه تقدموها. الا كنتو زربانين فاقل مده يعني هي 3 ساعات يعني باش كتجمع لكم، ومن بعد كنخرجوها من الثلاجه. فهنا من بعد ما بردات وتماسكات ليا يعني دزت مباشره للتزيين ديالها. هنا كتزيين انا زينت بالقليل من الفيتين وقطع هكذا من الشوكولا. يمكن لكم تزينوها بالكاكاو المر او لا اي حاجه بغيتو، فكيكون هذا هو الشكل ديالها. اكيد التزيين كيبقى اختياري. كنتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم وتجربوها، كتجي لذيذه بزاف وكريميه سهله التحضير ما كتحتاجش وقت بزاف، يعني 10 دقائق ممكن تحضروها وتخليوها في الثلاجه حتى كتبرد. كنتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم وتجربوها. الا عجبكم فيديو اليوم وصفه اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو وتبارطاجيوه مع اصدقائكم. وإلا كنتو كتزوروا القناه لاول مره فمرحبا بكم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد وتزيدوا تشجعوني. وغادي نخليكم مع الصور باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي كريميه. وما بقى ليا غير نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خديتكم على خير.